فطبعا انا وداود مش محتاجين ده، يعني هو يو انت تاني انت تاني. بصي دي اهم حاجه، يعني انا وداود بجد مع بعض من واحنا صغيرين، فاهم حاجه الكيمستري. فما بقيناش اصلا يعني دايما لما بتبداي شغل ليتس سي مع ممثل اول مره تمثلي معاه، لا بتبقوا محتاجين ان انتوا تعملوا بروفات اكتر، تقعدوا مع بعض اكتر، تتكلموا علشان تبقوا عارفين بعض اكتر، عشان ما يبقاش فيه حاجه اوكورد حتى قدام الكاميرا. فطبعا انا وداود مش محتاجين ده، يعني هو يو انت تاني انت تاني. فاهمه؟ فلا داود اخويا، انا بحبه جدا وببسط قوي معاه في الشغل. وحقيقي دي انا مش عارفه اعيد، احنا بنعمل مع بعض شغل من زمان قوي، ودايما بنطلع انا وهو اللي قدام. يعني حتى مثلا هبته كان في عمرو يوسف وياسمين رئيس يعني وجميله ومالك بس، وطبعا ماجد الكدواني ونيلي، دول يعني بعشقهم يعني. بس اي انه حتى لما بيبقى في كابلز ببقى انا وداود، فاهمه قصدي؟ فلا يعني اكيد بتفرق، بتبقى حاجه مهمه جدا. والله انا حاسه ان ده حاجه احسن، يعني مش حاجه احسن ان انا عملته 2019. الفيلم ما حسيتوش ان هو قديم، عشان هو الفيلم اصلا جديد على كل حد. ففكره ان هو في 2019 ده احنا كاننا في 2028. فاهمه؟ لان الفيلم حقيقي فكره 3 دي على الوطن العربي دي كانت فكره جديده. الفيلم تصويره كان صعب كله، لان انت بتصوري بتكنيك تاني خالص. يعني هي ممكن تبان سهله بس هي مش سهله. يعني كان عندي مثلا مشهد لا ده ممكن يكون بان مش سهل، اللي انا بتعلق فيه في الحيطه وفي السقف وكده. بس مثلا مشهد الموت، لا المشهد ده ما كانش سهل. اكشلي والله ولا مشهد كان سهل، بس احنا كنا على قد ما بنتعب وبنجتهد على قد ما مبسوطين مع بعض. يعني مش بحب اجيبها تحت فكره ادفايس، لانه مش انا اللي هدي ادفايس. يعني لا، انا ممكن اقول حاجه من الخبره بتاعتي. ما بحبش احط نفسي في نفس الحته لوقت طويل. بالعكس، كل اكسبيرينس جديده بتتعلمي منها حاجه جديده، حتى لو يعني لازم تجازفي. مفيش حاجه اسمها ان انا اصل انا ما عملتش ده قبل كده مش هعمله. بالعكس، عمرك ما هتعرفي انت كويسه فيه ولا لا الا لما تجربيه.